السلام عليكم، منورين الدنيا يا شباب. ايه يا بابا؟ بقالنا عدى شهرين 2025، فاحنا خلاص مع بدايه السنه بدانا نخش في جيل البيتا. اي حد بيتولد من بعد 2025 هو اتولد بيتا. انا جاي اشير القصه. كتير من الجين زي عدوا بيهم. انا مش شرف ان انا ابقى من جيل جنريسر زد. ما يجيش عيل بشخ عنده 15 سنه ويجي يقول ان هو نفس جيلي. حضرتك انا اكبر منك ب4 سنين كاملين، تمام؟ احترم الكلام بيني وبينك علشان نعرف نتكلم. الجزء المتوحد من الجيل بتاعنا كان عنده تجربه ما اظنش ان انا بس اللي عديت بيها، في ناس كتير عدت بيها، وهي دخولك الى عالم اليوتيوب. انا بقى الموضوع بدا معايا من زمان قوي، يعني من 2013 تقريبا. تاثير اليوتيوب عليا دايما بيبقى باين من كلامي وشخصيتي. انا متخيل ان انا لو نزلت قعدت العب في الشارع وبقى عندي حياه في العموم، يعني كان زماني بني ادم. يعني اول حته من القصه الجايه دي هي مش شخصيتي انا، ده مش انا، ده واحد صاحبي عايش في المانيا، تمام؟ مالناش دعوه بيه، تمام؟ وباقي القصه بتاعتي عادي. صاحبي ده بقى اول اختلاط بينه وبين يوتيوب كان هو المواطن المصري، زي اي بني ادم مصري يا ست الراي، وبدون دخول في اي تفاصيل عشان صاحبي ده ما يحصلوش اي حاجه. عايز تتفرج على المحتوى الزبال اتفرج على مسؤوليتك بقى، اتفرج على مسؤوليتك. انا ماليش دعوه بالكلام ده، تمام؟ الكلام ده مش بتاعنا احنا. وبعد المواطن المصري بقى صاحبي ده نقل يتفرج على ايجيبتون. سيبنا من كل ده ونخش في الجد، الحاجه الجد، بدل الخرا القرف. عايزه ازاي وهتاخده ازاي؟ القصه اللي بجد بقى ابتدت معايا من 2014 و2015. دي كانت فتره مظلمه انا مش عارف افسر الموضوع ده ازاي، بس انا في الوقت ده اليوتيوبر بتاعي المفضل كان شادي سرور. انا قررت ان انا مش هعمل فيديوهات تاني. اي نظره احترام كنت ممكن تبصها لي قبل كده، هي خلاص انا عارف ان هي اترمت في الزباله، بس يعني كنت يا جدعان كنت عيل صغير بشخ، اعمل لكم ايه؟ المهم ان انا كمان اكتشاف غريب لما كنت بكتب الحلقه وعم بعمل ريسيرش وكده. ولو شفتك بتشحت قدام. انا بجد والله العظيم اقسم بالله ما عارف انا حافظ الكلام ده ليه، والله العظيم. فكرة ان انا كمان مش حافظ الاغنيه دي بس انها اغنيه وممكن تلزق في الدماغ والكلام ده كله حتى لو غصب عنك. لا انا لما كنت بشغل فيديوهاته بسمع وراه اللي هو بيقوله. اصل انا بعترف بحاجات غريبه فشخ اقسم بالله. انا لو حد شاف الحاجات دي ممكن انا لو ما عنديش مشكله ان هو يجي يقتلني. انا بجد والله يعني وانا عندي 9 سنين كان اهوان لي اعمل حاجات كتير، يعني اشرب سجاير، اشرب مخدرات، اسمع عمرو دياب. بعد شادي سرور لقيت حاجه تغفر ليا كل ده. بصراحه انا الشخص ده بحبه، كل حاجه في الفيديو انا بحبهم قوي، بس الشخص ده بالذات ليه مكانه خاصه عندي، هو هشام عفيفي. الفقرة الصباحية الجميلة. مهما قعدت اوصف انا بحب الراجل ده قد ايه، وبحب التحليل الاستراتيجي اللي هو كان يعتبر في الوقت ده برضه يتحسب فيديو رياكت. يعني هو هشام عفيفي هو اول واحد عمل فيديو رياكت في مصر، ولا احمد نجم ولا العزت ولا الكلام ده كله. هشام عفيفي اول واحد يعمل فيديو رياكت، كان بيعمل فيديو رياكت على اعلانات. هشام عفيفي وقتها كان بيعمل فيديوهات جيمنج، واللي خلاني اشبك في اوتلاست. وبعد خلاني اشبك في اوتلاست بدات ادور في فيديوهات الجيمنج وكده، ولقيت يوتيوبر كان هو مفتاحي للجيمنج عموما، هو ده اكسم هانت. حتى النيك نيم اللي هو هتلاقيه اليوزر نيم بتاع القناه لحد دلوقتي كان واخد من شهاب. والمناسبه دي ذا اكسم هانتر هو شهاب احمد اللي هو بيعمل فيديوهات رعب اليومين دول، برغم ان هو غير محتواه لحد دلوقتي انا لسه بحبه وبحبه خيرة النعامه. فيديو من فيديوهات شهاب او ذا اكس مانتر شبكت في واحد من اعظم صناع المحتوى في الدنيا كلها، شركه الانتاج المتحركه اوسم سكسوكه على يوتيوب. خلاص والله ما خلاص ايه؟ ما انا مستنيك تقول ما مستنيك عشان اقول محمود اسماعيل. انني لا ابوس الرجال. صعب افكر اقعد، انا حاسس ان ده ستوري تايم، فاحنا المفروض اقعد ما اتحركش كتير. يعني لو قعدت كده حلو كده. حلو. بس خلاص. بص اسماعيل من 2017 تقريبا وانا بتابعه لحد دلوقتي انبهاري بيه ما قلش، مهما الكواليتي بتاعت الفيديوهات قلت زادت. وقت التحديات او الام اي في بي وحكايات الكالت والميثولوجيا، او حتى وقت ان كان كل اللي بيعمله ان هو يفتح الكاميرا ويقعد يتكلم كده وخلاص. فتره اول ما ارجع مصر دي كانت هي بالنسبه لي الفتره الذهبيه لمحمود اسماعيل. في الفتره دي من رايي يطلع كل الكونتنت اللي هو كان نفسه فيه بالطريقه اللي هو عايزها. الفتره الذهبيه بتاعته كان هو بيجهز للجواز تقريبا حاجه زي كده، فهو كان شد الحزام وقام طاير. بس محمود اسماعيل بقى دلوقتي اتجوز وبقى عنده هم اكتر من اللايك والشير والسبسكرايب والكلام ده كله، بقى عادي اقساط. انت هتجهز بيت او هتشتري بيت وهتعمل فرح شهر عسل وتحوش عشان اول فتره الجواز. واضح ان هو حماس الشباب اللي هو كان عنده ده خلاص هو انتهى، ما بقاش موجود. ان هو في وقت كان بيعمل كونتنت للقناه الاساسيه والخمس فيديوهات في اليوم اللي من غير مونتاج. دلوقتي خلاص مفيش، تلاقيه بيعمل فيديو واحد بس في الاسبوع بالعافيه. يعني مفيش حتى برضه الحماس اللي هو كان فيها دي. بس ابو اسماعيل ممان والله العظيم انا بهزر، مفيش الكلام ده. يعني انت مهما تعمل اللي تعمله والله العظيم انا هفضل عاشق ليك ولاي حاجه انت بتعملها، بس استمر انت وفكك من حماس الشباب والكلام ده كله، خليني لحنه. كفايه كلام بقى عن ابو اسماعيل ونرجع 2017. الواحد بقى اكيد وقتها كان نضج ومبقاش بيتفرج على الحاجات اللي شبه شادي سرور والكلام ده كله، الاب والام وشغل يا ولد هذا انا والكلام ده كله.
اوكي انا كنت من الاطفال الرخمه اللي كانت بتحب محمد خالد ونادر احمد. انا في كميه حاجات من تاريخي لازم امسحها ضروري، يعني ممكن نعمل ديليت للكلام ده كله، ممكن ما نعملش ببلش الفيديو ده اصلا. نادر احمد بقى كان بيعمل نفس الشيء سرور بيعمله، بس كان الوقت عدى شويه والراجل هو اصلا كان عنده قبول وكان بيحاول يطور كل شويه من اللي هو بيعمله. محمد خالد ده بقى، محمد خالد ده ليه فيديو مخصص، هينزل الاسبوع الجاي، مش هتكلم عنه دلوقتي. انت فاكرني هسيبه كده حته في فيديو مش كفايه؟ الاستاذ محمد خالد استاذ شبيه سبيد. عارف ان انا ممكن ابقى سقطت حاجات كتير قوي في النص، بس اكيد مش هذكر كل اللي انا عديت عليهم. اولا عشان الذاكره ما تسمعش، ثانيا عشان انا ما اظنش ان انت مهتم بمغامراتي في اليوتيوب الخليجي وماين كرو، فتره برضه مظلمه يعني. انا في حاجات كتير عدت يعني صعبه قوي. تلاقي دلوقتي شله الخلايجه رامين برملين بترول وقاعدين بيوزعوا الفلوس على الناس، تحديات واطفال وكلام غريب. ورجعت وقفت تاني عشان الفتره ما بعد 2017، الفتره الجولدن في اليوتيوب كله. وقعدت في الفتره دي على كونتنت جديد ما كنتش شفت زي قبل كده. كل المحدثين احنا الاصل ده قومنا الكونتنت ده كله على كتفنا من عرق جبيننا احنا. انظروا اخوتي، عندما اكون حزينا ماذا يحدث؟ وعندما اتفشش انه نور البشاشه. كونتنت الفيديو رياكت بقى هو ده كان البيك بالنسبه لي في فتره يوتيوب في العموم في مصر. كان احمد نجم هو بوابتي على الكونتنت ده في العموم. بس هو دلوقتي برضو الراجل ربنا هداه واتجوز او خطب تقريبا وبقى عايش حياه رايقه وبقى عمك الروش اللي هو كان زمان شقي، ودلوقتي ربنا هداه. وحلاوه الموضوع اصلا وقتها ان هم كانوا عباره عن شله، هو ما كانش فرد واحد بيعمل كونتنت مثلا، لا هم كانوا شله، كان مهاب وبرجو وعمر موجي اللي هو وقتها كان اياد الموجي اخوه، مش العكس. انا بصراحه ما كنتش بستلطفهم كلهم للامانه، بس هو كان في اتنين هم البيك برضو في المستوى بعيدا عن نجم يعني، عشان النجم كان ليه محبه خاصه في العموم. كان يايا ووهبس، وهو لحد دلوقتي ليه معزه خاصه عندي، عشان انا بحس ان انا الراجل ده انا عايش معاه من ايام شخص كل يوم في رمضان ولحد دلوقتي استوديو كامل والكلام. فين ايام الجرين سكرين بقى والدافنجي، علامه الدافنجي ريزولف اللي كانت موجوده في يا نهار ابيض. انا عديت معاه بكل حاجه، الحلو والوحش وايام الكحرطه، ولحد دلوقتي ما الدنيا لعبت ما شاء الله. وبس بقى خلص كليه ودخل جيش، وبعد كده طلع عمل فيديو واحد بس عن منيري ومشى خلاص، اختفى، انتهى من الحياه كلها. يا اسطى انا عايز اطمن عليك، اعمل اي حاجه يا اسطى. انا دخلت عندك في الكومنتات الناس قاعده تقول فين وهبس يا جماعه، فين وهبس، حد يطمنا عليه يا جماعه، هو فين؟ احنا يعني الناس مفتقداك. هو بعد الكلام ده كله قام ماسح الفيديوهات بتاعته كلها وحط بروفايل بيكتشر بيضه وخلاص اختفى من على اليوتيوب. بس في واحد عمل قناه تانية اسمها وهبس الواجب الوطني الرسمي، منزل عليها كل فيديوهات وهبس، وانا ممتن للراجل ده فشخ عشان هو هيسمح للناس ان هي ترجع تعرف الكونتنت ده، وسمح لنا ان احنا نرجع تاني نتفرج على الكونتنت تاني. فانا اشكرك على راسي من فوق. وانا من رايي كان هو وهبس احسن واحد عمل فيديو رياكت، كان هو فعلا بيحول الكونتنت اللي هو بيتفرج عليه، كان بيقلب الدنيا بشكل فعلا ممتع بصريا وسمعيا وكل حاجه. تاثير وهبس اصلا كبير لدرجه ان انا من رايي لو ما كانش فيه وهبس ما كانش هيبقى فيه الشاطر، او ما كانش هيبقى فيه مثلا حد زي عمر كاتو. يوتيوب بقى خلاص من 2020 تقريبا، وانا حسيت ان هو ما بقاش فيه محتويات جديده، وتحس ان العفويه قلت فيه شويه من ناحيه اللي هو الناس اصلا في الاول كانت اللي هو انا بخش اعمل يوتيوب وانا عايز اعمل الكلام ده مش عشان انا مثلا هيجيب لي فلوس بعد كده، مجرد بس ان انا عايز اعمله عشان انا عايز اعمله. لكن دلوقتي الموضوع بقى مشروع وخطه، وكمان اصلا دخول تيك توك زود من الموضوع. برغم ان ده في ناس كتير قدرت ان هي تعمل حاجات فعلا مميزه زي لؤي فوزي في الكوره، ومن ناحيه ترفيهيه زي كاتو والشاطر ورابي من قناه المهم، وده برغم ان هو قاطع بينا. مثلا حد زي المراجعه النهائيه وواي كوميدي برضو. بس برضو الفكره ان كل دول بحسهم ان هم مش كافيين، مفيش الطعم اللي هو كان بتاع زي زمان ده. كل الشباب بقى بيروحوا دلوقتي تيك توك ومبقاش فيه دم جديد يتضخ في يوتيوب. اليوتيوب خلاص انا شايف ان اليوتيوب بيموت ومفيش منه امل تاني خالص. انا بهزر مفيش الكلام ده، وانا جايب تقل يا ولاد I'm fine man I'm fine الحمد لله كله تمام. الدنيا لذيذة كله تمام، بس ما يمنعش ان ساعات بس من وقت للتاني الواحد بيكون عايز يديها شوية.